زياد العليمي قبل الدخول إلى الاستوديو حقيقة دار نقاش كده بين بعض الزملاء، كلنا صحفيين وكلنا مشتغلين. هل تعتقدون إمكانية تطبيق العدالة الانتقالية في مصر في ظروفنا الحالية؟ اعتبروا أنه هذا السؤال وهذا الطرح هو ضرب من الخيال. طيب، أنا رأيي أنه في احتمالين. دايما تطبيق العدالة الانتقالية مرتبط بالإرادة السياسية، بإرادة من في موقع صنع القرار. زي ما احنا شفنا انه في المغرب مثلا يعني كان بيحكم ناس عاقلين، فعرفوا ان الدنيا مش هينفع تمشي كده، فبدأوا بتطبيق برنامج العدالة الانتقالية، وبدأوا حتى بقبول فكرة محاكمة أجزاء أو عناصر من النظام الموجود في مقابل انه يحصل استقرار. العدالة الانتقالية هي اقرب لفكره زي في مصر كده القضاء العرفي اللي موجود في القرى والنجوع. لو رايي انه لو دلوقتي الاراده السياسيه مش ما عندهاش استعداد لده، وللاسف حتى الان ما فيش ادله تقول انه في اراده سياسيه لعمل عداله اصلا عشان يبقى في عداله انتقاليه في مصر، هنبقى هنوصل للنتيجه الاسوأ. لو احنا بنتكلم على مصر دلوقتي حتى الان من 81 حتى الان، كم الجرائم اللي تمت ما تقدريش تقارنيها باي دوله من اللي حصلت في دول اتعمل فيها عداله انتقاليه. في رواندا كان في 800,000 واحد اتقتلوا، النيل لونه اتغير، ماشي. في بلاد كتير حصل جرائم اكبر بكتير، بس انا رايي انه لو ما حصلش وقفه دلوقتي احنا داخلين على المصير ده. للاسف هنخش على مصير الدول دي وهنفوق ساعة ما يبقى التكلفة عالية. مشكلة العدالة الانتقالية من اللي كانت المفروض تتطبق من 25 يناير ان عندنا طرفين شايفين انهم يقدروا يحكموا لوحدهم بدون الحاجة للآخرين. العدالة الانتقالية تقتضي ان الجميع يعمل معا. كان عندنا من 25 يناير جماعة الإخوان المسلمين شايفة انها تقدر تحكم لوحدها، وكان عندنا شبكات مصالح اللي كانت بتشتغل مع نظام مبارك كانت او بتحاول تدفع بالمؤسسة العسكرية في الواجهة عشان يبقوا موجودين او ليهم صفة في الحكم. لو الطرفين دول ما فطنوش لأهمية انه لازم البلد دي مش هتتحكم غير بالعدل، هيبقى النتيجة سيئة عليهم وعلى البلد كلها. طيب أستاذ زياد، أعود لبحث حضرتك. حاولت قدر الإمكان إعطاء خصوصية في هذه القراءة للحالة المصرية، وذلك من خلال جملة من الخطوات التي لخصتها حضرتك. تحكينا عنها، الخطوات التي يمكن لها أن تطبق على أساسها العدالة الانتقالية في الحالة المصرية. طيب، العدالة الانتقالية باختصار هي مجموعة من القواعد، هي قواعد قانونية، بس أنا شايفها هي أقرب لعلاج نفسي كامل للمجتمع، لانه المجتمعات بعد الحروب وبعد الصراعات وبعد الثورات وبعد سنوات الاستبداد او بعد سنوات الاستعمار بيبقى عندها مشكله، المجتمع بيزيد فيه حده العنف زي ما احنا شايفين وبيحصل في مصر دلوقتي، والناس ما بتقدرش تتعامل مع بعض. بيبقى في مشكله انه ما فيش تعريف واضح لكل اللي حصل. يعني حضرتك دلوقتي لو جينا سالنا انه هل اللي حصل في 25 يناير مبارك كان فاسد بحيث يجب محاسبته والاطاحه بيه ولا لا، ما نقدرش. ما فيش، المجتمع ما عندهوش تعريف واضح. نفس الكلام او اتفاق على سيناريو واضح. نفس الكلام يقع على جماعه الاخوان المسلمين، نفس الكلام يقع على اداره المجلس العسكري للفتره الانتقاليه الاولى، نفس الكلام يقع على الحكم الحالي. وبالتالي اول حاجه احنا محتاجين عشان نعرف نتعامل مع بعض يبقى عندنا سيناريو واضح، عارفين ايه اللي حصل. هنا انت بتخش في 4 مراحل رئيسيه. اول مرحله هي مرحله المكاشفه، احنا بنعرف ايه اللي حصل عن طريق انه بيتعمل مفوضيه للعداله الانتقاليه. المفوضيه دي ليها سلطه على كل مؤسسات الدوله، يعني ما ينفعش يبقى زي ما بيحصل في مصر وزير جزء من الجهاز التنفيذي للدوله، لانه جزء من شغل المفوضيه دي اصلا هو اعاده هيكله مؤسسات الدوله بما فيها مؤسسه الرئاسه والمجلس الوزراء وكل مؤسسه القضاء وكل المؤسسات دي. وبالتالي بيحصل المفوضيه دي بتبقى مكونه من حقوقيين، ناس من المؤسسات الدوله المختلفه، ممثلين للضحايا، واحيانا ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني، واحيانا عشان تحل ازمه انه يبقى لها شرعيه دوليه بيبقى في اشراف او
تقارير متبادله مع جهات دوليه زي الامم المتحده، زي جامعه الدول العربيه، زي الاتحاد الافريقي. نعم. وده كمان بيضمن فكره تمويل العمليه نفسها، لان احنا دوله ما احناش دوله غنيه تقدر تمول عمليه بالشكل ده بنفسها، وبالتالي انت بتحتاج دعم دولي. نعم. بتبدا بالمكاشفه عن طريق ان المفوضيه بتعلن انه اللي عنده مشكله او حصل مشكله ضده عليه انه يشكل لجنه حقيقه. هنلاقي لجان حقيقه حوالين الاحداث اللي حصلت في 18 يوم، حوالين اللي حصل في رابعه وفي النهضه، وده ممكن حوالين اللي حصل في مجلس غياب الوزراء. الادله. ما انا هقول لحضرتك اللي بيحصل في اللحظه اللي بتعلن فيها بدايه العداله، خطوات العداله الانتقاليه، بترفع يد مؤسسات الدوله كلها عن كل الملفات، وتبدا الدوله كلها تبدا بملفات جديده. انا واحد من المتضررين مثلا من حوادث التعذيب، او واحد من المتضررين حتى من انه الناس اللي ما اتعالجتش كويس، او المتضررين من السرطان اللي في الاغذيه. بنعمل لجنه حقيقه في الموضوع اللي انا متضرر منه، من خلال لجنه الحقيقه انا واخرين متضررين. من خلال لجنه الحقيقه دي بنبدا نطلع على كل الملفات الحكوميه اللي تم التحفظ عليها، ونعرف ايه اللي حصل. لو حد اتعذب في اسم في يوم مثلا 15 واحد، هيقدر يروح هو والمجموعه اللي كانوا موجودين في اللحظه دي، يطلعوا مين اللي كان موجود من الضباط، ويطلبوا استجواب عدد من الضباط، ويشوفوا مين اللي كان محتجز. كل الكلام دي عمليه بتاخد من سنه ونص لسنتين. بعد سنه ونص لسنتين تقريبا بيبقى المجتمع كله، لان المجتمع كله وقع عليه ظلم بدرجات مختلفه، وبيبقى المجتمع كله بدأ يبقى عارف ايه المشاكل اللي حصلت. بنخش هنا للمرحله الثانيه، وهي مرحله المحاكمه. المحاكمه المقترح هنا انه وده في جزء ليه علاقه بالخصوصيه المصريه، انه عندنا جرائم بقت جزء. انت بتقسم الجرائم 4 انواع رئيسيه من الجرائم. النوع الاول هو جرائم جزء من النظام العام. واحد بيكرمش 50 جنيه ويديها لامين شرطه عشان ما يديلوش غرامه. واحد بياخد ورق من المحكمه ما اضرش حد، وبقت جزء من النظام العام. هنا بيكتفى فيها بالاعتراف بالجريمه وغلق الملف، طلب الصفح وغلق الملف، لان انت ما ضرتش اخرين. نعم. وبتعترف ان انت جزء من الفساد في هذا المجتمع. نعم. المرحله الثانيه او النوع الثاني من الجرائم هي جرائم الاموال على الاشخاص او الاموال العامه التي يمكن تعويضها. وهنا انت بيتم الحكم، بتروح لمحاكم ماليه. نعم. الاحكام اللي بتطلعها ماليه فقط، وهنا بتطلع الاحكام بالتعويض للمتضررين وما يجبر الضرر المادي اللي حصل. النوع الثالث من انواع الجرائم هي جرائم النفس، اللي هي القتل والتعذيب والضرب، كل الجرائم دي، وجرائم الاموال التي لا يمكن تعويضها. نعم. وهنا دي نعم. اللي بيحصل فيها محاكمات بينتج عنها عقوبات سالبه للحريه. نعم. النوع الرابع والاخير فيما يتعلق بالجرائم هو الجرائم السياسيه. ناس زورت انتخابات، ناس لعبوا دور سياسي خرب فيما يتعلق بالمجال السياسي العام. هنا انت بتسيب الحكم للمجتمع، وده في بقى شويه من تجربه جنوب افريقيا لما نيجي نتكلم عليها، انه بيطلع يعترف من قام بجرائم سياسيه امام وسائل الاعلام بالجريمه اللي ارتكبها، وان لم يعترف وثبتت عليه الجريمه بيحرم من مباشره حقوقه السياسيه لدوره او دورتين. طيب ثالث خطوه استاذ زياد، ثالث خطوه بيبقى المجتمع هنا اللي بعد المحاكمه. احنا تكلمنا عن بالزبط. المكاشفه، المحاكمه، ثالث خطوه بنبقى المجتمع اللي هي المصالحه، اللي هي سيئه السمعه في مصر. بس هي ما فيش حاجه اسمها مصالحه، هو المجتمع عرف الحقيقه والمتهمين او اللي ارتكبوا جرائم في السجون، يبقى اللي بره مين؟ هم الابرياء. نعم. وبالتالي المجتمع بيتصالح مع ما حدث. هنا بتروح المرحله الرابعه وهي المرحله الاخيره، هي مرحله اعاده الهيكله. نعم. بتطلع النتائج اللي طلعت من لجان الحقيقه في الاول، هي بتقول لك فين مواطن الضعف وفين المشكلات اللي حصلت، وبتشتغل عليها لجان خبراء من اول لحظه حوالين فكره ازاي تحل المشاكل المؤسسيه اللي حصلت في مؤسسات الدوله. نعم. دي كلها على بعضها، وبتعمل نقاش مجتمعي مع الضحايا. وهنا بيبقى الضحايا باقتناعهم بالقواعد دي هم معبر الامان للمجتمع من عهد الاستبداد لعهد بنحلم بيه بالحريه والديمقراطيه. بس باعاده الهيكله تقصد هنا اعاده هيكله مؤسسات الدوله كامله والقوانين والدستور وكل كامله. نعم. اعاده الهيكله دي بقى النتيجه اللي بتطلع منها هي اللي بيتم تضمينها في الدستور كمؤسسات الدوله هيتم ادارتها ازاي. نعم. وبالتالي هنا بيبقى عندنا عقد اجتماعي
فاعل الاكبر فيه هم المتضررين من سنوات الاستبداد. وبالتالي ده يقول لنا انه الناس دي هي اللي هتطمن المجتمع كله، لان اللي جاي مختلف، ان الجرائم دي مش هتتعاد تاني. طيب ياد طيب في الجزء المتعلق بامتى نعمل اعاده الهيكله، انا بعتذر للدكتور مصطفى كمال السيد لان ده موجود في البحث، وبعتذر له لانه كان المفروض يوصل له من اسبوع، ودي مشكله اعداد البرنامج. التوقيت متعلق كمان بانه لو بدانا باعاده هيكله مؤسسات الدوله، ده معناه انه انهي وجهه نظر اللي هتبقى اصح. وبالتالي عندنا مشكله في الاحكام القضائيه، انه في قضاة بيطلعوا دلوقتي يقولوا آرائهم السياسية على متهمين هم بيحاكموهم. عندنا مشكلة فيما يتعلق بأداء جهاز الشرطة اللي هو المفروض هيجمع الأدلة. هنا في حاجتين، هنا أولا في مشكلة دولية ان انت ما تقدرش تعمل محاكم استثنائية بتشكيل غير قضائي، فهتعملها بتشكيل قضائي. بس هنا بقى دي الخصوصية المصرية. القواعد في مصر اللي بيحصل انه بمجرد التحقيق مع اي موظف عام بشأن عمل من اعمال وظيفته بيوقف عن اداء مهمته. وبالتالي لو في شكاوى او شبهات تحوم حوالين بعض اللي بيتولوا الاحكام في القضايا هيتم وقفهم. وبالتالي انت بتقول انه كل اللي بيحاكموا في اللحظه دي مفيش ضدهم شكاوى. وهنا المشكله الحقيقيه بقى اللي قالها اللي قالتها النيابه العامه في محاكمه مبارك عن موضوع معركه الجمل. النيابه العامه قالت ان احنا طلبنا من الاجهزه الامنيه التسجيلات والتصوير وما ادوناش حاجه. وهي دي المشكله الحقيقيه. هنا عشان كده بتعمل لجان الحقيقه، لجان الحقيقه المتضررين نفسهم هم اللي بيجيبوا الادله. نعم، المواطنين. انا متضرر من اللي حصل في محمد محمود. نعم ماشي، انا واحد من المتضررين. احنا قلنا بمجرد ما بنقول عداله انتقاليه كل اجهزه الدوله ايديها بتترفع. انا من حقي اروح انا واللجنه، لجنه الحقيقه المتعلقه بمحمد محمود، اشوف مين الضباط اللي كانوا موجودين من الدفاتر، ايه الاسلحه اللي طلعت من المخازن من الدفاتر، اطلب التحقيق مع بعض الاشخاص من جهاد التحقيق، اجيب ادله، اجيب ادله. كل ده لما نيجي نتكلم حوالين بقى الجرائم اللي حصلت، هل في اللحظه دي انا مش بصدر حكم في البدايه، انا بعرف ايه اللي حصل. وهنا بقى بيجي الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى كامل السيد فيما يتعلق، انا من حقي اعرف ايه اللي حصل في محمد محمود، ومن حقي اعرف ايه اللي حصل في مجلس الوزراء، ومن حقي اعرف ايه اللي حصل كمواطن، ايه اللي حصل في ماسبيرو، ومن حقي اعرف ايه اللي حصل في رابعه، ومن حقي اعرف ايه اللي حصل مع القوات النظاميه ضباط الجيش والشرطه اللي اتقتلوا نتيجه الارهاب. كل دول بالنسبه لي هم مواطنين ليهم نفس الحقوق ونفس الواجبات، وعشان اقيم دوله القانون لازم اعرف ايه اللي حصل. فيما يتعلق بالتفاؤل بقى، انا رايي التفاؤل مش متعلق بالنظام، هو متعلق بالشعب. احنا بقالنا 5 سنين بنتعلم، كل مره بنتعلم من نجاحاتنا وبنتعلم من اخفاقاتنا. الناس بتتعلم وبدات تبقى عارفه انه لما اتوعدت انه انزلوا فوضوا في محاربة الإرهاب وهنحل، مش هيبقى في إرهاب، وده تصريح رسمي، مش هيبقى في إرهاب في سيناء خلال أسبوعين، بقالنا 2 سنين الإرهاب بيزيد ما بيقلش. وبالتالي الحلول الأمنية لوحدها مش هتجيب نتيجة. التفاؤل جاي من هنا ان الناس بدأت تفهم ده، لكن لو والأمل في انه الناس لما تفهم ده اللي هيعمل تغيير حقيقي، لانه مفيش نظام بيستمر غصب عن اراده الناس. احنا عندنا رئيسين في السجن، ممكن يبقوا 3، ممكن يبقوا 4، ممكن يبقوا 5، زي ما الناس هتقرر. اوكي استاذ زياد، ما بين التعويل على تغير موازين القوى وما بين الخطوات الإصلاحية التي أشار إليها الدكتور إبراهيم وبفعل عامل الزمن الذي من شأنه ربما كمان زي ما قال الدكتور يهدي النفوس، أيهما ترى بحسب قراءتك ينطبق على الحالة المصرية أم لديك رأي ثالث؟ طيب أنا رأيي أنه في مشكلة طبعا في مناقشة الموضوع فيما يتعلق بالوقت وفيما يتعلق بانه الضيوف ما وصلهمش الملف. طيب كفايه وقتين يا استاذ زياد خلاص. عشان لا، لان ده كان المفروض تمام. يعني وعشان كده بيتهيألي الموضوع مهم يتناقش بشكل مختلف. ولو بنتكلم على انه في مشكله فيما يتعلق بان الناس مش فاهمه او مش تعبير العداله الانتقاليه عندها جديد، ده جزء من مشكلته الاعلام اللي بيحركوا شبكات مصالح بشكل واضح. كل القنوات بلا استثناء وكل الجرايد بيحركها شبكات مصالح. في شبكات مصالح من مصلحتها ان الوضع القائم يفضل موجود وان الناس تفضل بتقتل بعض كده، وفي الاخر احنا اللي بندفع ثمن ده.
لما نيجي نتكلم على انه هل ينفع نبدا العداله الانتقاليه الان وهل الدنيا وردي؟ لا، الدنيا مش وردي. السجون فيها 60,000 مسجون لاسباب سياسيه، في 186 واحد مختفين قسريا، ووزاره الداخليه قالت ما عندناش مختفين قسريا، وطلع عندها جوه وطلعوا 80 واحد من سجن العزولي. وفي بقى جرائم بتتم يوميا من قتل مواطنين مصريين خارج اطار القانون، سواء من جهاز الشرطه او حتى فيما يتعلق بالعلاج او حتى فيما يتعلق بالفشل في تقديم الخدمات. كل ده محتاج اعاده هيكله. وليه احنا بنتكلم دلوقتي عن العداله الانتقاليه؟ يعني اتمنى طبعا انه يبقى في حد عاقل بيحكم البلد دي يقرر انه يبدا خطوات العداله الانتقاليه، بس المقدمات بتؤدي للنتائج. للاسف ده مش حاصل دلوقتي، وللاسف انا رايي ان احنا اقرب للحظه 19 مارس. 19 مارس 2011 كان الناس بتصوت على انه الاجهزه الاعلام كلها بتدفع الناس انهم يصوتوا للاعلان الدستوري اللي بيخلي الانتخابات قبل الدستور، واحنا كنا بنقول الدستور اولا. احنا دورنا التغيير بيعمله الشعب، احنا دورنا ان احنا ننور اللمبه الحمراء ونقول يا جماعه احنا كده داخلين في الحيطه. اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنقول يا جماعه احنا كده داخلين في الحيطه. الحل الوحيد لان دايره الدم ودايره القتل اللي حاصله في البلد دي والفشل الاداري اللي مودينا في داهيه يقف، هو ان يبقى في يوم من الايام عداله انتقاليه. ولازم الناس تعرف يعني ايه عداله انتقاليه. يعني بالاشاره الى جملتك استاذ زياد العليمي، اكيد لا شك انه في لا زال بعض هناك العقلاء من يحاولون بالفعل اداره دفه هذا المركب ان شاء الله، وانه ما نكونوش داخلين بالحيط كما توقع حضرتك.